مرحبا بكم في قناة عاصفة الشمس. الطارق نيبيرو والنجم ذو الذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير جميعا إن شاء الله. ودائما لا ننسى أن ندعو لأشقائنا في فلسطين بالنصر العزيز من عند الله سبحانه وتعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بالنسبة لليوم دائما تستمر الثلوج، مثلا الهند هناك أكوام ثلجية كما نلاحظ تغطي طرقات لاهول. دائما نلقى في الهند تعريف إعصار قمعي في بنجاب اليوم 2 مارس. ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੇ ਓਏ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਦਿਆਲ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੱਕਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਓਏ ਐ ਬੋਲਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ظهر غريب اليوم تاريخ 1/3/2024. خروج أسراب كميات كبيرة من الروبيان مسمى الدفاع محليا في ساحل شحير. كنا شاهدنا المنخفض الجوي الذي ضرب سلطنة عمان، وما زالت تأتينا مشاهد من هذه العاصفة. مشهد خطير من العاصفة التي ضربت الباطنة ومسقط في عمان 29 فبراير. Tá vindo uma outra ventania e outra chuva forte. Muito forte. مشهد جميل سبحان الله لتساقط الثلوج على مدينة يزد في الأيام الماضية من إيران. أما بالنسبة لبلوچستان في الحدود بين إيران وباكستان شاهدنا الفيضانات الشديدة، كما نشاهد تدمير مئات الهكتارات من المزارع للطماطم جراء الفيضانات، وذلك في مدينة زار آباد إقليم بلوچستان. گرجه رزا باغ آغاند بندگاه انشالله جو گرجه ای بوده طوفان دیشب ما برسید ماشاءالله گرجه چی گرجه بده الله مسحه تا أيضا بالنسبة للأشرطة سبحان الله التي تعرف عواصف بلدية خصوصا، هناك سحابة الجرف المذهلة من سماء بوينس آيرس، وذلك لحظة شروق الشمس لذلك تلونت بذاك اللون الجميل. كما نشاهد تدفق المياه لحظة فتح بوابة سد دوكان الذي يقع على نهر صغير في محافظة السليمانية في العراق.
وكما قلنا دائما نشاهد صور أخرى لسلطنة عمان من العاصفة التي عرفتها، مشاهد من تأثير العاصفة القوية التي أثرت على ولاية البركاء قبل يومين. كنا شاهدنا خصوصا البركاء عرفت عواصف قوية وأضرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.